السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. ان شاء الله النهارده بلفة جلاش كوباية حليب هنعمل حلا تركي جميل خفيف جدا. هجيب الصينية اللي هعمل فيها وادهنها كده بالسمنة دهن حلو، واجيب الجلاش بتاعي. انا قصيته على قد الصينية بتاعتي لانه كان كبير عن الصينية. تقلبي ظهر الصينية وتروحي مساوية، واللي قصيتيه بتحطيه في النص. اجيب نص اللفه كده كامله، مش هورق بين كل ورقه وادهن سمنه، لا، الكميه كده نصها هنا. وهجيب النص التاني ده السليم، النص التاني اللي انا قطعته، وابتدي احطه في النص كده، اوزعه. اي زيادات واي ورق في النص كده مش هيبان. بعد كده اجيب النص السليم التاني واروح حطاه كده بالتساوي. وبعد كده اجيب سكينة واقطع القطعية المقاس اللي انا بفضله. اظن مفيش اسهل من كده. هعملها على مكعبات صغيرة كده. بسم الله. وبعد كده بالطول وبعد ما قطعتها اجيب السمنة، ومكان ما قطعت كده امشي بالسمنة على الفتحات دي كويس قوي. واسقي كده السمنة كويس قوي، بتاع كوباية سمنة سايحة انزلها اسقي بيها الجلاش بتاعي كله، لان انا اصلا محطتش سمنة ما بين الورق. وبعدين ادخلها على فرن، وانا كنت شغاله الفرن سخن. احطها على الشبكه، لما تحمر اطلعها واسقيها بكوبايه اللبن المغليه. دلوقتي حبايبي بعد ما طلعت من الفرن قدامكم اهي منتهى الجمال. هعمل ايه بعد كده؟ هسيبها بقى تهدى كده بتاع 5 دقايق، واجيب هنا مج لبن على معلقه قشطه، وانزل 3 معالق كبار سكر مليانين، مع نص معلقه كده فانيليا، وادوبهم كده كويس واطلع بيهم على النار لغايه ما اللبن ده يغلي، عشان هو ده اللي هسقي بيه وهحلي بيه الجلاش بتاعي. وهتبقى التحليه مناسبه، مش هتجزعي منها، عشان السكر معقول واللبن هيطريها ويخليها في منتهى الجمال. دلوقتي حبايبي اهي قطعتها طلعتها جميله وطريه، عامله زي الفطير المشلتت، جميله جدا هتعجبكم. تاكلوها بألف هنا وشفا. دمتم بصحه وعافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.